السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا صاحبي، احنا النهارده هنتكلم عن كورس السي اس اس. فمن غير اي مقدمات كده تعالى افهمك يعني ايه سي اس اس. بس مبدئيا انت عشان خاطر تتعلم سي اس اس لازم تكون متعلم اتش تي ام ال. فانت عندك كورس الاتش تي ام ال على القناة، فيا ريت تسمعه صاحبي وتجيلي. ركز معايا كده يا صاحبي عشان انا جايلك النهارده من الاخر كده ادلعك اروق عليك. طيب يعني ايه سي اس اس؟ سي اس اس صاحبي باختصار هو الستايل بتاع الموقع، انك انت راجل تبقى شيك كده مهندم في نفسك ابن ناس من الاخر كده. طيب هو ده السي اس اس. يعني مثلا البرزنتيشن اللي قدامك ده دلوقتي انت ممكن كنت تعمله ازاي بالاتش تي ام ال؟ كنت تكتب نص وتحط صور ومش عارف ايه بس وخلاص، صح؟ لكن السي اس اس بيعمل لك ايه؟ بيبدا يعمل لك الوان، يبدا يعمل لك مش عارف، يجيب الحاجات دي على جنب من الكلام ده هو كله، تحط باك جراوند، تظبط في الانيميشن، الحاجات دي كلها. طيب يعني ايه بقى تاني سي اس اس؟ سي اس اس باختصار هو معناها كاسكيدنج ستايل شيت. واحد هيجي يقول لي يعني ايه كاسكيدنج ستايل شيت؟ اقول لك والله العظيم ما اعرف. فالكلمه هي كده، دي اختصار للكلمه دي. هي معناها ايه؟ ما اعرفش. تمام كده، فانت اعرف هي بتعمل ايه، لان مفيش حد يقول لك هي معناها ايه اصلا. اهم حاجه انت تعرف هي معناها ايه او بتعمل ايه. طيب هي بتعمل ايه السي اس اس؟ السي اس اس باختصار، انت مثلا لو انت عندك بيت يا صاحبي، بيت كده انت عامله مثلا بعمدان والطوب، هنا كده انت عملت ال HTML بتاعه، كده انت اسسته بمعنى اصح. فانت عايز بقى تلونه وتظبط في الالوان بتاعته والحاجات دي كلها، هتعمل ايه؟ هنا بقى يجي دور ال CSS في حته الالوان والكلام ده هو كله. تمام كده يا صاحبي؟ تمام. طيب يبقى انت مثلا عندك الموقع مليان كلام وخلاص، ما فيهوش اي شكل يوحي ان هو ده موقع. يجي بقى السي اس اس تديله الوان، تديله تنسيقات، الحاجات دي كلها. تمام يا صاحبي؟ تمام. طيب ماشي. ان شاء الله في الكورس احنا هنتكلم عن البيزكس في مثلا زي السنتاكس والحاجات اللي هي البيز قوي في الاول كده. تمام. وبعد كده بقى ايه ان شاء الله نخش في العميق بقى عشان خاطر نروق على الكلام. طيب هناخد ايه؟ حاجه زي ايه؟ في حاجه زي حاجه اسمها الاندرستاندنج بتاع السي اس اس، اللي هو السنتاكس بتاع السي اس اس. يعني ايه هو السنتاكس بتاع السي اس اس بقى؟ ازاي برضو ناخد الحاجات برضو كومبوننت بتاعت السي اس اس، زي يعني ايه مثلا مارجن، يعني ايه بادنج، يعني ايه فونت سايز، يعني ايه كلر، يعني ايه الباك جراوند، الحاجات اللي هي الايه البسيطه بنت الناس دي. طيب هناخد بعد كده الاليمنت سي اس اس. يعني ايه الاليمنت بتاعت السي اس اس؟ ازاي ان انا انده على الاليمنت في ملف السي اس اس والكلام ده هو كله، ده هنشوفه ان شاء الله. طيب يعني ايه برضو الكلاس؟ ازاي ان انا لو مدي حاجه اسمها كلاس، تمام، ازاي انده لها برضو وازاي انسقها والكلام ده كله. الكلاس ده بنظبطه ازاي في السي اس اس. نفس الكلام برضو في الاي دي، لو انا مدي حاجه اي دي، ازاي برضو ان انا اديها الستايل بتاعها في السي اس اس برضو عن طريق الاي دي بتاعها. تمام كده يا صاحبي؟ تمام. طيب ماشي. دلوقتي برضو في حاجه عندنا اسمها ازاي ان انا اكتب بقى السي اس اس. الكود بتاع السي اس اس بيتكتب ازاي؟ عندك ثلاث طرق ان احنا نكتب فيهم الكود بتاعنا. تمام. عندك حاجه زي اللاين سي اس اس، وفي حاجه اسمها الانترنال سي اس اس، وفي حاجه اسمها الاكسترنال سي اس اس. تمام يا صاحبي؟ تمام يا صاحبي. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا ايه؟ اوريك حاجه مثلا زي الموقع ده. ده موقع بتاع باشمهندس اسامه الزيرو. تمام كده. طيب انت عشان خاطر تتعلم فرونت اند، ده الماستر اصلا ان انا اتعلمت منه فرونت اند. عشان خاطر لو انت جيت سالتني طب انت اتعلمت فين يا باشمهندس او كده، المصدر بتاعك ايه؟ المصدر بتاعي باشمهندس اسامه الزيرو. وباشمهندس تعالى اجيب لكم الموقع بتاعه، باشمهندس علي حسن كورسز. الموقع بتاعه اسمه كورسز فور عرب. تمام. الموقع بتاع باشمهندس علي حسن. تمام. ده الموقع بتاعه يا شباب اهو. تمام كده. تعالى نروح على صفحه الهوم. ده باشمهندس علي حسن. انصحكم برضو تتابعوه وتتابعوا ال HTML، قصدي الكورسات الويب بتاعته والحاجات دي كلها. عامل كورسات محترمه بصراحه. عامل كورس HTML CSS بوتستراب جافا سكريبت رياكت، الحاجات دي كلها. في منهم يعني فري، وفي منهم مدفوع. تمام كده. تمام. وفي طبعا باشمهندس عبد الرحمن جمال، اللي هو تبع نوفل. سمي الموقع بتاعه النوفل. تمام اهوت. ده باشمهندس عبد الرحمن جمال، ده الموقع بتاعه الاكاديميه بتاعته. فبرضه بنصحكم انكم انتوا تتابعوه. وهو برضه انا خدت منه الكورسز بتاعته من على يوتيوب طبعا، وتابعت الموقع بتاعه. في موقع اسمه فري كود كامب. كود كامب. تمام. ده بس ده موقع اجنبي يا شباب، ده تابعوه برضه.
وده ايه برضو المصدر خدته بتاعه ال HTML وال CSS اللي هو الويب عموما بقى والجافا سكريبت ورياكت والحاجات دي كلها هتاخدوها برضو من على الموقع هنا لما تعمل ساين ان والكلام ده كله. تمام، فدي المصادر ان انا اخدت منها ايه، اخدت منها التعليم ان انا هديهولك ان شاء الله. طيب فانت لو جيت بصيت مثلا في الموقع مثلا بتاع باشمهندس سامي الزيرو او باشمهندس علي، هتلاقي ايه، هتلاقي مثلا ان هنا حاطط مثلا اللوجو الكلام ده هو كله في ال HTML بتاعه عادي خالص. تمام كده، لو انت جبت كلمة HTML اللي هو ال HTML بتاع الموقع، هتلاقيه ايه، هتلاقيه ان هو الحاجات دي كلها تيجي تحت بعض زي ما احنا كنا كاتبين في كورسات ال HTML. لكن هو بال CSS عمل ايه، جاب الحاجات دي جنب بعض، عمل الدروب داون دي، هنا مثلا عمل شوية انيميشن او الصورة دي انيميشن. تمام، جاب الحاجات دي برضو عمل شوية تنسيقات، ألوان، باك جراوند، الحاجات دي كلها. تمام، ده فكرة الايه، فكرة الايه السي اس اس. تمام كده يا صاحبي، تمام. طب يلا نعمل بقى مشروع سي اس اس عشان خاطر ايه، نعرف نشتغل. طيب انت دلوقتي هتعمل ايه، هتروح عندك على اي مكان عندك، مثلا انا هروح هنا كده عندي انا، تمام، في السي، في اي مكان بقى مثلا في المكان ده مثلا هعمل ايه، هاعمل new folder، هتسميه مثلا أي حاجة، هاسميه مثلا learn CSS. تمام، أو web مثلا web project، عشان خاطر أنا هاعلمك ال CSS بقى يا صاحبي عن طريق إيه، عن طريق الprojects. ليه بقى يا صاحبي؟ عشان خاطر أنا لمّا كنت أنا باتعلم، تمام، كنت أنا بقى إيه، يعني مثلًا كنت باتفرج مثلًا على فيديوهات لأيًا كان مين المحتوى بقى بتاعه. فمثلًا كان مثلًا كنت أنا أتفرج على فيديوهات، فكان بيشرح المحتوى نفسه، مثلًا هيشرح حاجة زي الpadding أو هيشرح حاجة زي الmargin أو هيشرح حاجة مثلًا زي الanimation، الحاجات دي كلها. فكان بيشرح المفهوم نفسه من خلال مثلًا كود المفهوم نفسه. لكن أنا كنت لمّا جيت كنت أنا باذاكر من وراهم وكده، فبرضه لسه 50% مش فاهم، 70% مش فاهم الحاجات دي كلها. فلمّا جيت أنا بقى إيه، اشتغلت على مشاريع حقيقية، فقُلت بقى أنا كده فهمت 100%. فأنا هانقل لك الخبرة بتاعتي دهيّة من خلال مشروع حقيقي، وأبدأ بقى أكلمك عن كل مفهوم منهم في مشروع حقيقي من سوق العمل ممكن تشوفه أو تعمله بنفسك. تمام كده يا صاحبي؟ تمام. طيب هنيجي هنا نعمل open with code. طيب هنعمل open with code عشان خاطر نبدأ إن إحنا ننشئ المشروع بتاعنا الأولاني. طبعًا أنا هامشي معاك خطوة بخطوة عشان خاطر إيه، ما تتلخبطش. تمام كده؟ تمام يا صاحبي. طبعًا هو هنا بيسألك دي extension في حاجة جديدة يعني في الVS Code، بيقول لك أنت الملف ده أنت trust يعني أنت واثق فيه؟ طبعًا إيه، أنا طبعًا واثق فيه، لأن ده الملف اللي أنا عامله بإيدي. لأن هو ممكن يكون ده ملف أنت محمّله مثلًا من برّه، فحد يهكّرك أو حاجة، فهو للأمان ليك يعني. فأنا هاعمل هنا file جوّه الfolder، هاسميه إيه، هاسميه index.html. تمام يا رايق، تمام يا رايق. طيب عشان خاطر تكتب الأكواد بتاعة الHTML كلّها مرّة واحدة، فتعمل shift وعلامة التعجب، يعني shift وحرف الواحد أو رقم 1، فهيظهر لك الاتنين دول، هيختار أول واحدة فكده خلاص. تمام يا صاحبي، فيكتب لك الأكواد بسرعة وننجز على طول. هتعمل open with live server. طبعًا أنت لو مش عارف الextension دهيّة، هتيجي هنا كده عند الextensions وهتكتب live server. تمام، هي دي. تمام كده يا صاحبي، تمام. طيب هتيجي هنا كده وهتعمل ايه open with live ايه live server عشان خاطر يفتح لك الموقع بتاعك على البراوزر بتاعك. طيب الموقع بتاعنا اتفتح اهو. طبعا احنا مش محتاجين بقى خلاص التابات دي كلها، خلاص مش محتاجين الكلام ده هو كله. فالموقع ايه فتح وبدأ ان هو يعمل لك التايتل. فاحنا عايزين نغير، فهنخلي التايتل مثلا ايه، هنخليه CSS project. تمام اهو، تمام كده. التايتل بتاع الموقع بتاعنا ايه اتغير. طيب يا صاحبي دلوقتي انا عايز انشئ ملف ال CSS، فهنشئ هنا ملف ال CSS جوه الفولدر بتاعي كده، هقف عليه واعمل ايه فايل واكتب كلمة ستايل، او مش لازم يكون اسمه ستايل، ممكن تسميه محمدين دوت سي اس اس، مش هتفرق. تمام، بس احنا بنفضل احنا يعني كديفلوبرز بنسمي الملف بتاعنا الاولاني او الجلوبال بتاعنا بنخليه ستايل دوت ايه، ستايل دوت سي اس اس.
تمام كده، فهتختار ستايل ايه دوت سي اس اس. طيب ماشي. اولا انا مش عايز بقى ايه انا عايز بس اكلمك عن ازاي انك انت يعني تكتب كود السي اس اس. يعني خلينا مثلا نعمل اتش 1. تمام. انا عايز بس افهمك يعني ايه سي اس اس. اتش 1 مثلا خليه مثلا ايه سي اس اس بروجكت، الكلمه دي برضه. فهنيجي نروح نبص على الموقع، تعالى كده. يعني خلينا ايه نحطهم جنب بعض هنا كده عشان خاطر ايه يبقى شكلهم ابن ناس، عشان ما نروحش كل شويه نروح نبص على الموقع والحاجات دي كلها. فاحنا نحطهم هنا كده. تمام يا رايق، تمام يا رايق. طيب آه يلا يا باشا. تمام. طيب هنا ظهر لي كلمه سي اس اس بروجكت. طب انا قلت لك من شويه يا صاحبي ان انا عندي ثلاث طرق ان انا اكتب بيهم السي اس اس. قلت لك انترنال و اكسترنال وحاجه اسمها ايه حاجه اسمها الانلاين، وحاجه اسمها انترنال، وحاجه اسمها اكسترنال. تمام يا صاحبي، تمام. طيب يعني ايه اللاين؟ اللاين دوت يا صاحبي يعني انا اكتب كود السي اس اس هنا كده. يعني اللاين يعني ايه؟ يعني هكتبه على نفس السطر. هاجي اكتب هنا كده ستايل، تمام، واكتب كود السي اس اس وليكن مثلا كلر. ما حدش ركز يا جماعه في كود السي اس اس اللي اكتبه. كلر مثلا ريد. فهنا انا كتبت ايه؟ هنا غير اللون. ده مهمه السي اس اس اللي هو يغير لي الوان باك جراوند الحاجات دي كلها. فانا اكتب الكود بتاعي اللاين عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا هكتب كلمه ستايل، واكتب الكود بتاع، واكتب علامه يساوي، واكتب الكود بتاع الستايل بتاعي. تمام يا رايق، تمام يا رايق. طيب في حاجة تانية اسمها ايه؟ حاجة تانية اسمها الانترنال. يعني ايه انترنال؟ يعني اكتب الكود انترن الملف، يعني داخل الملف نفسه عموما. يعني هاجي هنا داخل الهيد، وفي حاجة عندي اسمها الستايل، تمام، واكتب بداخل الستايل. هعمل ايه بقى؟ هقول له والله هنده على انا هنا هنده على ده، تمام. فده اسمه ايه؟ اتش 1. فانا هقول له يا اتش 1، ومالكش دعوه بالكود السي اس اس. انا بس بفهمك فكره السي اس اس ايه، وازاي ان انا يعني طرق الكتابه بتاعتها. تمام. طيب مبدئيا كده ايه عيب ال لاين؟ ال لاين هيبقى معقد جدا لو انت عندك اكواد كتير. هيبقى السي اس اس في الاتش تي ام ال هتبقى معجنه. تمام. طيب الانترنال بقى هو اسهل بشويه، بس عيبه ايه؟ انك انت لو عندك اكتر من ملف فانت هتحتاج انك انت تشيل الاكواد كوبي بيست وتقعد تنقل وحوارات كده. تمام. طيب هقول له يا اتش 1، هقول له الكالر بتاعك، تمام، هيبقى ريد. فهيغير لي ايه؟ الكالر بتاع الايه الاتش 1. ده بالنسبه لايه؟ ده الايه الطريقه الانترنال. طيب في طريقه ثانيه اسمها اكسترنال، والطريقه الثانيه اللي اسمها اكسترنال يعني خارجي، في ملف خارجي. فهاجي عند ملف السي اس اس، وهاجي هنده على الاتش 1، وهقول له ايه؟ وهقول له الكالر بتاعك كالر ايه؟ ريد. بص هيحصل ايه؟ ما حصلش حاجه. طب ليه ما حصلش حاجه بقى يا صاحبي؟ ما حصلش حاجه يا صاحبي عشان خاطر انت لازم تستدعي ملف مين؟ السي اس اس. لازم تستدعيه من بره. طب انا هستدعيه ازاي؟ هتستدعيه عن طريق حاجه اسمها لينك، تمام، وهتضغط على اللينك بتاع كلمه سي اس اس. تمام كده. طيب هنا بيقول لك ايه؟ هنا الريل بتاعتك هتبقى ستايل شيت. هتكتب ستايل شيت واسم الملف وهو بيقترح لك سي اس اس. طب لو انت عندك مثلا الملف اسمه مثلا ام مثلا دوت سي اس اس هتكتبه عادي، تمام. ولكن عندي الملف اسمه ستايل دوت سي اس اس، فانت ايه؟ هتكتب اسم الملف. فخلاص هو عمل ايه؟ على طول راح شاف الملف ايه الاكواد اللي فيه، فلقيتني بنده على مين؟ على الاتش 1 وخلاص. طبعا مالكش دعوه بالسي اس اس. كل ده انا هشرحه لك بالتفصيل والكلام ده هو كله. انا بس بفهمك ايه هي الطرق اللي انا بكتب بيها السي اس اس. وكده انشأنا ملف ايه؟ اول مشروع لنا بالسي اس اس. وان شاء الله الدروس الجايه نبدا بقى نتكلم عن الايه؟ السي اس اس بتعمق شويه، وان شاء الله نتكلم في السنتكس بتاع السي اس اس. بس انت اهم حاجه فهمت يعني ايه سي اس اس وازاي بتكتب السي اس اس. تمام يا رايق، تمام يا رايق. اشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.